وبسبب أعداد الوفيات الكتير جدا اللي حصلت في الشعب المصري والهجرات اللي حصلت للشام والعراق، أصبحت أغلب البيوت المصرية فاضية وشبه خرائب. سكن البيوت دي عصابات وقطاع طرق كانوا بيطلعوا على أسطح البيوت المنخفضة المكونة من طابق واحد، ومعاهم خطاطيف وبيخطفوا المرة من الشوارع ويقتلوهم وياكلوهم. الموضوع كان واصل لمرحلة أشبه بأفلام الرعب حرفيا. أما بقى قصر الخليفة فكان فاضي تماما. الخليفة المستنصر بالله باع كل متاع قصره عشان يشتري بيها أكل، لدرجة إنه كان عايش على حصيرة. وأمه السيدة رصد أخدت بناته وسافرت مع اللي سافروا على بغداد هربا من الموت على أرض مصر. وطبعا كل البلدان التابعة لمصر والخلافة الفاطمية انفصلت عنها، وبعد ما كانت الدولة الفاطمية من المحيط للخليج أصبحت دولة ضعيفة وحاكمها مش لاقي قوت يومه، لدرجة إن ابن الكثير بيقول إن الخليفة المستنصر بالله كان في سيدة من المفروض يعني إنها